لايك وما تبقاش بخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين محمد عراقي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. فيديو جديد مع مدام سماح. شكلها الموضوع مطول شوية معاها، مفيش أدنى مشكلة. طبعا احنا ما عندناش أي مشاكل مادام في احترام، في أدب ما بين التعامل ما بين الناس وبعضيها، مفيش أي مشاكل خالص. بس هنبتدي الفيديو بتاعنا في حاجات مهمة جدا جدا هنطلع وهنتكلم معاكم فيها. في ممكن تحسوا نرفزة شوية، تحسوا عصبية، ده هيبقى أمر طبيعي جدا جدا لأن الكلام مهم جدا جدا. بس قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا نقول زي ما اتعودنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم ارحم موتاهم واشف مصابيهم وثبتهم وقوي شوكتهم يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصر إخوتنا في اليمن، في لبنان، في سوريا، في السودان. اللهم احفظ مصر شعبها وأرضها وجيشها من كل سوء. اللهم أمين يا رب العالمين. في تعليم مهم جالي جدا جدا قبل برضو ما أكمل بقية دعائي اللي أنا بدعيه ان يحفظ اخواتنا في المملكه العربيه السعوديه وفي سائر طبعا الوطن العربي، لاني شايفاني ان انا ما بدعيش لارض الحرمين. يعني انا مش عارف يعني اقول لك ايه. طيب اقول لك ان دولت اهلنا، اقول لك ان ده مناره الاسلام اللي خرجت من المملكه العربيه السعوديه، فازاي انا ما ادعي لهمش؟ لا طبعا ربنا يحفظنا ويحفظكم، اللهم امين يا رب العالمين، ولسائر بلاد المسلمين. المهم مدام سماح طلعت انتقدتني، ومش انتقاد، هي قالت لك انا بنتقده او بديله نصيحة، وده من حقك. وعلى العموم يعني بصي، على العموم ان ده حقك وتقولي اللي انت عايزة تقوليه. احنا كلنا على منصة واحدة، مفيش لوم عليكي فيه، من حقك انك تقولي اللي نفسك فيه كله. تمام؟ طيب نخش بقى على الحاجة ايه المهمة، عن عنوان الراقصة والطبال والبغل. طبعا الكلام ده اللي اتقال كان موجود عند جوز اختك، عنوانه الراقصة والطبال والبغل. يعني مبدئيا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده عنوان جوز اختك كان منزله. لا طب ما انت يا استاذ محمد كنت بتطلع وبتقول لا وبلاش العناوين والحاجات دي كلها. طيب قبل ما نخش على حتة العناوين، ايه الهدف من ان جوز اختك ينزل عنوان بالطريقة دي؟ التلقيح على مدام هناء، التلقيح على العبد الله الفقير، التلقيح حتى على اخو مراته. طب مين اللي يتلام في النقطة دي، انا ولا هو؟ دي اول حاجة. حتى كان المفروض ان انت تعملي، بما انك انت طلعتي وانتقدتيني وده حقك وانا ما بتكلمش معاكي في اي حاجة، لكن برضو كنت طلعتي ووجهتي له هو النقد اللاذع، لان هو اللي ابتدى بحاجة زي كده. طب انت يا استاذ محمد ما انت حاطط صورة، طب هو كاتب عنوان بس، لكن هو انت حاطط صورة. طب وهو كان التلقيح على مين؟ المتابعين على فكرة اذكياء جدا جدا وعارفين الكلام رايح لمين وفين. فقبل ما تتكلمي عليا، انا حاطط الصوره، كتبت عملت عليه كان اخوكي كاتب عليه بغل، كاتبين علينا الطبال، كاتبين على اختك رقاصه. هي ما هي واضحه، الكلام كان واضح علينا. فقبل ما تلومين انا لوميه هو. وانا عن نفسي اما لقيت حاجه زي كده انا نفسي شلتها، ما عجبتنيش حتى. قلت عيب ان انا اتكلم في حاجه زي كده. وان كان ان الهدف من اللي انا بعمله ده كله هو المشاهدات والتربح، المشاهدات والتربح. طيب المهم نسيب النقطة دي ونرجع للنقطة الأولانية. يبقى الهدف من جوز أختك اللي كان عامله إيه؟ التلقيح على مدام هناء وأخوكي. خرجنا أنا شوية في الحتة دي. لما أنا طلعت اتكلمت معاكي في حتة الفيديوهات وبتاعت أفشاء الإصرار وأفشاء الأسرار والمفترية والأطراف ومش عارف إيه، وكنت بقول لك يا مدام سامح ما ينفعش إنك تعملي حاجة زي كده، فأنا كنت صح. ليه أنا كنت صح؟ لان العناوين اللي انا بعملها تقول لي يا استاذ محمد انت بتعامل نفس العناوين اللي انا بعملها الخاصه بيا في فيديوهاتي، الهدف منها هو التربح والمشاهدات. ما بنزلهاش غلطه مثلا او كده عشان ما اقولش لا ده انا غلطان فيها فانا نزلت حاجه زي كده، لا الهدف منها هو التربح والمشاهدات، والمتابعين كلهم عارفين ان حاجه زي كده. اما بالنسبه لحضرتك ما ينفعش ان انت تربحوا بالمشاهدات على قف اخواتك، ما ينفعش ليك ان انت تنزلي عناوين بالطريقه دي. انا لو كنت بدافع عن مدام هناء فانا بدافع عليها لانها اخت مسلمه،
بالنسبة لي أنا هي أختي مسلمة، فبطلع وبدافع عنها. ولو أنا أخطأت فمن حقها إنها تسامحني أو ما تسامحنيش. أما بالنسبة لحضرتك أنت، فواجب عليك إنك تختاري عناوينك أنت بحذر، لأن أي عنوان بتختاريه بتلقحي عليها بالكلام، المتابع عارف إن أنت بتلقحي على علاقتك، وأنت أختها من الدم، مش أخت مسلمة زيك زيها أو كده، أو يعني إيه مسلمين زي بعض، لا، أنت أخت من الدم. فواجب عليكي إنك ما تلقحيش عليها بعناوين، حتى لو أنت عايزة تجيبي مشاهدات. تمام؟ مدام سماح، انت بتحاسبني على الفلوس وعلى النفوس وعلى القنوات التابعه للطرف الثاني اللي هم تابعين لمين؟ لمدام هناء. بتحاسبيني عليهم ليه؟ لانهم فرقوا ما بين الاخوات. طب والناس دي بيدافعوا عن اختك، والناس دي عاوز اقول لك بيحاربوا علشانها. طب انت ما حاسبنتيش ليه على القنوات اللي طالعه بتفتري على اختك، القنوات اللي بتتبلى على اختك، القنوات اللي طالعه بتتهم اختك في شرفها وعرضها؟ هو مش شرف وعرض اختك من شرفك وعرضك انت؟ ولا عادي بالنسبه لك يا مدام سماح؟ احنا بنتكلم مع بعض واحده واحده كده، ومش عايزك تزعلي، لان بجد هو لازم تبقي انت فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. انا اللي بيزعلني ان بجد ان انت عارفه ان في فلانه وعلانه وفلان وعلان وكله ده بينتقد اختك وبيبهدلوها وبيفتروا عليها. عارفه لو انتقاد عادي زي اي حد بينتقد اي حد ما فيهاش ادنى مشكله، يخليهم ينتقدوها، بس من غير ما يسيئوا لشرفها وعرضها وبناتها والكلام ده كله. انا الغريب بجد في الليله دي كلها انك بترحبي بيهم في لايفاتك، بترحبي بيهم في التعليقات في الفيديوهات بتاعتك. مش ده بيحصل؟ بتقولي القنوات دي خلت الاخوة بقت اعداء او بقوا اعداء. مين اللي قالك كده؟ مش احنا يا مدام سماح السبب في هذه المشكلة. يعني ايه؟ يعني مش احنا مش طرف في المشكلة دي؟ مش احنا اللي ابتدينا المشكلة دي؟ لو جيتي راجعتي حساباتك كده من الاول وعدتي وزدتي فيها هتلاقي ان احنا مش طرف في المشكلة. حضرتك انت واختك السبب في هذه المشكلة، اختك الصغيرة. وان كان نقحت عليكي، معلش ما تزعليش مني، نقحت عليكي كرامتك شوية، ان اختك طلعت انفعلت عليكي، انفعلت على اختك، اتنرفزت، اتعصبت، قالت اي كلام، حسيتي منها انها رافضة حتى النصيحة اللي انت بتنصحيها، انت قلبت عليها، ما سامحتهاش، ما قلتيش معلش. معلش هي متنرفزه شويه، هي متضايقه شويه، هي متعصبه شويه، لازم استحملها، دي اختي، دي عملت وسوت، دي اختي. ما فكرتيش انك تعملي حاجه زي كده غير ان انت تقلبي عليها وانشك عنها ومش عايزه اعرفها واحنا مستغنيين عنك وانت 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 وانت؟ وده كان اكبر غلط. انت جريتي زي ما بقول لك كده، ما تزعليش مني، اترميتي في احضان الطرف الثاني بقى في كل الكلام اللي بيتقال على اختك، بقيتي فرحانه بالكلام اللي بتاعي. حتى لو ما كنتش فرحانه يا ستي بقيتي عادي مندمجه معاهم، مشاهدات لبعضينا وتعليقات لبعضينا ومعجبه بالكلام ويخشوا لي ويعملوا، ما هو ده امر طبيعي. بالنسبه لحزنك وبكائك، انا مش هقولك ان انت بتعملي كده لاستعطاف المتابع، انا هفرض دايما حسن النوايا، مش هقولك ان انت بتستعطفي المتابع علشان يقولوا ان الست دي مسكينه، الست دي غلبانه، الست دي احسن من اختها مليون مره، وانك انت عايشه دور الضحيه وعايشه دور المجني عليها، وانت الكلام اللي انت عارفاه ده كله. انا مش هقول لك كل الكلام ده كله، وان كنت هقول لك كلمه واحده، ان كل الحلول كانت في ايدك، كنت سهل انك تحل المشكله دي بسهوله جدا جدا، انك تلم المشكله، حتى كان عندك الف حل لهذه المشكله انها تتحل وتخلص. ده انت لو كنت جريتي على اخوكي وحطيتي ايدك في ايده كانت الدنيا خلصت. طب روح كلم اختك، طب هد اختك، طب ناخد وندي مع بعض، ويبقى في كلام حتى خلف الكواليس عشان الدنيا تهدى. بالنسبه بقى لموضوع المستشفى والاسرار
اللي انت قصدك عليها طبعا اللي اتقالت والكلام ده كله. طبعا مش عايز احكي المواضيع دي تاني واتكلم فيها، بس ان اللي انا فهمته من كلامك ان في فراوله نزلت فيديو لا رمت كده كلمه المستشفى علشان ايه؟ انت فاهمه الكلمه، معنى المغزى من الكلمه دي، او الكلمه دي الهدف منها ايه، وانت شايفه ان دي قصدك ان الكلمه دي يعني اتسربت او وصلت لها عن طريق مدام هناء. طب انت دخلت على الفيديو وسمعتيه ولا حد قال لك؟ لو حد قال لك لازم تخشي وتسمعي الحاجه. فاذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لازم تخشي وتشوفي وتسمعي. تأكدتي من الحاجه اللي اتقالت؟ يمكن مفيش حاجه اتقالت، يمكن الهدف منه كله ده توقيع، يمكن مفيش اي حاجه خالص طالعه ليه. يمكن انا بعد بدي عنوان كده مثلا، او انا يا ست عارفه الهدف من الحوار ده فبدي عنوان كده بس من باب ايه؟ المشاهدات. امر طبيعي، كلنا بنبقى جارين ورا المشاهدات والتربع، ده امر طبيعي. لكن ما لقيتيش في حاجه، يبقى من اللي انت قلتيها يبقى حضرتك كده ايه؟ تمام. طب لو كان فيه، يبقى ترجعي تاني للنقطة اللي أنا كلمتك فيها، إنك ترجعي وتقربي من أختك تاني وتسامحوا بعض عايز أقول لك وتستسمحوا بعض وتراضوا بعض. ليه؟ علشان الفضايح وإفشاء الأسرار اللي موجود يقف، النزيف اللي شغال ده كل شوية يقف. يبقى واجب عليكم تقربوا من بعض، واجب عليكم إنك تتصالحوا مع بعض. ما هو ده اللي أنا لسه بقوله، وده اللي أنت ما كانش عاجبك قبل كده لما أنا قلته. لازم تقربوا من بعض وتستسمحوا بعض وتراضوا بعض، بدل الفضايح المنتشرة على السوشيال ميديا او على المنصة دي. فضايح شغالة ومستمرة وهتستمر لو فضلتوا كل يوم انتوا منشقين وكل يوم بتتكلموا عن بعض بطريقة وحشة وكل شوية بتعملوا وبتسووا. ملاش ادنى لازمة الحاجات دي كلها. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان المتابع كمان ما يزهقش وما يملش. ده فيديو كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه. اذا عجبك الفيديو اللايك الجميل، ما عجبكش الديسلايك. اختلافنا طبعا لا يفسد للود قضيه. التعليقات موجوده، ما بحذفش اي تعليقات زي ما الناس بتقول لك ده بيحذف تعليقات. انا ما بحذفش اي تعليقات، كله بشوفها، وكل في حاجات اللي بتعجبني من الاخر بدي عليها قلب ولايك، واللي ما بتعجبنيش بنفض لها، بس ما بحذفش اي تعليقات. ايه تاني؟ بس ادعوا بقى لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يحفظهم ويحميهم، واخواتنا في السودان ان ربنا يجمعهم على بعض مع بعض كده على خير ويوحد صفوفهم. اخواتنا في سوريا ان ربنا ينصرهم على اعدائهم، في لبنان، في اليمن، في سائر الوطن العربي. اللهم احفظ مصر شعبها وارضها وجيشها من كل سوء، اللهم امين يا رب العالمين. وجيت في نهاية الفيديو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.